لما الصحابه قعدوا يتكلموا في موضوع الغنى وكده والفلوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، والصحه لمن اتقى خير من، يعني الصحه احسن من الايه؟ احسن من الفلوس. طب ايه اللي احسن من الصحه كمان؟ طيب النفس من النعيم، وطيب النفس من النعيم. ان ينزل او ان ينزل الله ان ينزل الله عز وجل بك مرضا فاذا انت صابر. لما ربنا سبحانه وتعالى، ده من طيب النفس، لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل بك مرض فتصبر، هتاخد اجر عظيم. ده من طيب النفس، انك ترضى بان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك دونا عن غيرك بهذا المرض مثلا. ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل بك نعمه فبرضه فتشكر، يعني تصبر على المرض وتشكر النعمه، يبقى عندك صبر على المرض وعندك شكر للنعمه اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بيها دون عن غيرك. وان تفقد عزيزا فاذا انت تسلم لله في اقداره. في ناس واحد يموت له حد حبيبه مثلا، واحد يموت له ابوه، واحد يموت له ابنه، يكفر بقى ويجزع ويعني يتشيطن زي ما بيقولوا. لا، انت زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليك بنعم، كذلك في الابتلاءات لازم تشكر الله عز وجل. ان يضيق رزقك فاذا انت تؤمن ان الكريم لا يمنع الا لحكمه، ان ربنا سبحانه وتعالى ما يمنعش الا لحكمه، زي ما هو عطى الحكمه يمنع برضه الحكمه. ان ترى البيت الجميل فتدعو صاحبه البركه، وان ترى السياره الفارهه بعينك لا بقلبك وتسال الله لصاحبها. يعني انت مش تشوف عربيه حد تقعد بقى شوف بقى جاب عربيه باربع عجلات واحنا ما عندناش حتى توك توك، لا مش كده. ان ترى سياره احد فتدعو له بالبركه. ان ترى الزوجين بينهما حب والف فتسال الله لهم الزياده. تدعي للناس، يبقى عندك طيب نفس. طيب النفس من النعيم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال على الصحه ان هي خير، والفلوس ان هي كويسه للرجل الصالح. لما جه عند بقى طيب النفس، انك تبقى نفسك طيبه، قال ده من النعيم، كانك منعم. وان ترى الزوجين بينهما الف فتسال الله لهم الزياده، وان يحصل غيرك على الوظيفه فتسال الله له المعونه فيها. انت عارف اقول لك على حاجه؟ في ناس ربنا سبحانه وتعالى بيديهم وظيفه معينه احسن منك، يبقى صاحبك مثلا وممكن يكون بيعمل مجهود اقل منك، وربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بوظيفه احسن منك او اسرع منك. لو انت صبرت وقلت الحمد لله ودعيت له، ربنا سبحانه وتعالى يديك جزائين: جزاء صبرك وجزاء انك دعيت له، فتلاقي الملك اللي يامن عليك على دعائك يقول لك ولك مثله، فربنا سبحانه وتعالى يرضيك ان شاء الله بوظيفه زيه يمكن احسن كمان. حب الخير للناس جهاد لا يستطيع كل احد. مش على فكره مش كل الناس فعلا، مش كل الناس تقدر تحب الخير لغيرها، مش اي حد بيقدر على ده. في ناس السواد اللي جواها بتطلعها على طول يعني، لكن في ناس بتحب الخير فعلا لغيرها. فمتى كنت كذلك لم تضرك قساوة الدنيا لأن جنتك في قلبك. فأنت لو أصبحت بقى بتحب الخير لغيرك، لو أصبحت كده فعلا ستصبح جنتك في قلبك، فلن تضرك بقى أي حاجة تانية. أنت جنتك جواك، مش هتضرك حاجة تانية ومش هتستنى حاجة منها.